لو انت حد رياضي او ابنك او بنتك بيمارسوا رياضه بشكل تنافسي، فاكيد فتره الاعداد البدني بدات خلال اليومين دول. فتره الاعداد مش بس مهمه عشان خاطر الاداء الرياضي طول الموسم، دي كمان بيتبني عليها معدل الاصابات اللي ممكن تتعرض لها خلال الموسم كله. فكل ما كان الاعداد البدني بتاعك بشكل مناسب ومظبوط، فده هيقلل كتير جدا من معدل الاصابات اللي ممكن تتعرض لها خلال الموسم. كمان هيزود معدلات الاستشفاء بتاعتك من الاصابات دي لو تعرضت لها خلال الموسم لا قدر الله. وعلشان تبدا فتره الاعداد البدني بتاعتك صح، لازم يكون اول اهدافك هو انك تحط الاساس اللي هتبني عليه الموسم كله، والاساس ده هو الفتنس او معدل اللياقه البدنيه بتاعتك. وعلشان تعلي الفتنس بتاعك لازم تهتم بالخمس عناصر الاساسيه اللي هم اساس اللياقه البدنيه او معدل اللياقه البدنيه بتاعك. والخمس عناصر دول هم الانديورنس او قوه التحمل بتاعتك، المسل بالك او الحجم العضلي بتاعك، السترينث او القوه بتاعتك، لياقه الجهاز الدوري التنفسي او الكارديو بتاعك، ووزنك او البادي كومبوزيشن او نسبه دهونك، نسبه العضلات في الجسم. وعشان تهتم بالخمس عناصر دول لازم يكون في برنامج مقاومه مصمم ليك ومصمم لاحتياجاتك واهدافك، ويكون بتمارس البرنامج ده بشكل منتظم وبجدول تدريبي مظبوط جوه الجيم. فلو انت بدات فتره الاعداد بتاعتك وبتنزل 6 ايام تمرين في الاسبوع مثلا، فلازم على الاقل يكون في 3 أو 4 ايام من الايام دي تمرين كامل في الجيم. ولازم تدي لنفسك فتره كافيه مش اقل من 6 ل 8 اسابيع. فلو انت مش بتعمل كده لازم تعيد حساباتك عشان تبدا الموسم بتاعك بشكل مظبوط.